وهكذا انطلق فريقنا المغامر إلى دار السلام. بدأت الرحلة من سلطنة عمان إلى المملكة العربية السعودية، مرورا بدولة الإمارات العربية المتحدة. هاي مهيامي والشوق غلاب هزعت فني يا طير مني ولا كان ظني. لم يواجه فريقنا المغامر أي صعوبات أو معوقات، فالطريق كان مألوفا لهم. ولا كان ظني تطري لي يا حباب حمامي هيت غرامي هاي مهيامي والشوق غلاب. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. بعد رحلة طويلة استغرقت عدة ساعات، وصل فريق عمان المغامر إلى منطقة البطحاء بالمملكة العربية السعودية. أقاموا في فندق هناك لبضع ساعات، وبعدها استكملوا رحلتهم إلى الرياض. بعيني تغيب الشمس وتشرق بعيني، في ناظري للشمس موت وميلاد، لليل في دمعي سنة نجمتين. كان من الضروري التوقف من حين إلى آخر للتأكد أن كل شيء على خير ما يرام. تغيب الشمس وتشرق بعيني، في ناظري للشمس موت وميلاد، لليل في دمعي سنة نجمتين، والصبح في جفني شفتها. كن السهر درب عليه بتجيني، ولا ودي اقطع درب، لا ودي اقطع درب لا ما اكبر قاد، يلي جميع الناس بينك وبيني، كل لحظة أبنتظر، كل لحظة أبنتظر منك ميعاد. وتشرق بعيني للشمس موت وميلاد. الحمد لله وصلنا إلى الرياض. وقفنا هنا للصلاة في هذا المسجد، والحمد لله أن السيارات بحالة جيدة. سنتوجه إلى مكة الآن وبعدها إلى جدة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. الحمد لله يعني الحمد لله أدينا العمرة، وصلنا وصلينا صلاة الفجر في جماعة هنا في الحرم المكي، والآن سنتوجه إلى جدة إن شاء الله. من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم. بعد أداء العمرة توجه فريق عمان المغامر إلى جدة، وهناك قاموا بشراء قطع الغيار وباقي مستلزمات الرحلة، كما قاموا بتخليص إجراءات مرورهم عبر ميناء جدة. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما بعد تخليص إجراءات العبور من ميناء جدة، انطلقت العبارة نور حاملة معها فريق عمان المغامر قاطعة البحر الأحمر إلى ميناء السواكن بجمهورية السودان. البحر الأحمر أو بحر الحبشة كما كان يسمى في الماضي هو أحد المداخل المائية التي تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا. يعتبر جزء هام من طرق الشحن البحري في العالم، يبلغ طوله 2250 كيلومتر، وبه مدخلان وهما باب المندب وقناة السويس. تحيط به دول كثيرة وهي مصر، السعودية، السودان، اليمن، إريتريا وجيبوتي. تأخر موعد وصول العبارة نور إلى ميناء السواكن بسبب عطل فني، مما أدى ذلك لاستغراق الرحلة 20 ساعة، ولكن كانت مدة كافية لراحة فريقنا المغامر وتبادل الأحاديث والاستمتاع بأجواء البحر الأحمر. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. درب الحبيب الرملة نمشيه في القمرة. درب الحبيب الرملة نمشيه في القمرة. الحمد والشكر لله، وصلنا ميناء السودان الآن. كان من المفترض أن نصل باكرا، تأخرنا بسبب عطل في المحرك، ولكن الرحلة كانت آمنة وسالمة والحمد لله. الحاسد عينه جبارة، الحاسد عينه جبارة. وصل فريق عمان المغامر ميناء السواكن بسلام. استغرق تخليص إجراءات وصولهم بضع ساعات،
لم تكن هناك خدمات كالمطاعم وغيرها، ولكن كان لديهم ما يكفي من الطعام الذي تم شراؤه من جدة. السفر بسكن جوارا، السفر بسكن جوارا، والعيشة مع سجالة، بيت عمك قبة زوارا، السفر بسكن. استكمل فريق عمان المغامر رحلتهم متوجهين إلى ولاية كسلة. استغرقت الرحلة 5 ساعات. وصلوا هناك في وقت متأخر من الليل، وتوقفوا في محطة النوافل لتعبئة الوقود. كانت المحطة مغلقة، فاضطروا للنوم في مركباتهم حتى الصباح. وفي الصباح تفاجأ أهالي المنطقة بوجود فريق عمان المغامر، وانزعجوا كثيرا عندما علموا بأنهم باتوا ليلتهم في المحطة، وذلك لوجود أماكن مخصصة للضيوف في المنطقة. قام شيخ المنطقة بدعوتهم لوجبة الغداء، ولكن نظرا لضيق الوقت اعتذروا منه وشكروه على دعوته الكريمة. ريحة نيالة وخشيمة حليب البارة، خشيمة حليب البارة، وخشيمة حليب البارة. البارة يا مبارة، هيا ريال ابو بطارة يا مبارة. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. توجه فريق عمان المغامر إلى منطقة الجدارف، وهناك قاموا بزيارة مجمع معاذ بن جبل لتعليم القرآن الكريم، للتعرف على المشرفين بإدارة المجمع وإهداء الطلبة بعض الأدوات المدرسية، وكان ذلك من ضمن أهداف الرحلة. اسمك من؟ صالح إبراهيم. أهلا بيك. صالح إبراهيم حسن علي. وإيش عملك هنا؟ أنا عمل هنا ما ماسك أنا المجمع للناس الشاردين ولا يعني ما إنه أمهات. أيوه. عملت براي طبعا كونت أبوت عشان ما يدي وساي. يقرأ إنجليزي، يقرأ عربي، يقرأ يعني هذا التعليم كله. ما شاء الله. هذا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المآرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ولم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا صدق الله. وجعلنا الليل لباسا. يلا صدق الله. يلا شخص. هذا مدرسة قرآنية. مدرسة قرآنية. كم من العدد؟ 400. ما شاء الله. 400 ثاني بنات وأولاد. ما شاء الله. كل حفظ القرآن حفظ القرآن، يقرأ مدرسة والتفسير والحديث والحديث. الله يبارك فيك إن شاء الله. يحفظكم يطلعوا أولاد الصالح، البنات الصالح إن شاء الله. البنات عليه إن شاء الله. فرحانين كثير بصراحة. لا الحمد لله. للأسف يعني معنا كثير يعني أكثر من بعد فرحة وتكبير طلاب مجمع معاذ بن جبل لتعليم القرآن الكريم، توجه فريق عمان المغامر لاستراحة بسيطة في منطقة الجدارف.
كماله من بسامتك يا طماطر، شال جماله من رواحتك والمشاعر، زاد كماله من بسامتك يا طماطر. جيبوا العصاير والشربات وخدوا الشاي واللقامات، هي تعالى نقعدن يا البنات، أملنوا البيت ضحكات ونسات، لنا ليل يا عفاف جيب العود، يا طماطر غني لنا أحلى الوعود، يا غناكي علمينا معنى الوجود، كل ليلة أقول لربي يزيد جود، انت روحي جمال إحساس، قبلك انتي ما عرف الناس، انتي قلبك احساس واحساس، اصله ما شافوه الناس. الحمد لله وصلنا هنا بسلام. سنتوجه بعد قليل إلى الحدود الأثيوبية. توقفنا هنا للاستراحة وشرب الشاي. الناس هنا طيبون واستقبلونا بكل ترحيب ومحبة، لم نشعر بالغربة أبدا. لنا ليل يا عفاف جيب العود، يا طماطر غني لنا أحلى الوعود، يا غناكي علمينا معنى الوجود، كل ليلة أقول لربي. وصلنا الآن إلى الحدود الأثيوبية. كان استقبال وترحيب أهل السودان لنا فوق تصورنا وتوقعاتنا، فقد تميزوا بالطيبة وسعة الصدر منذ دخولنا السودان وحتى وصولنا إلى الحدود الأثيوبية.